أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملوش لازمة. بصراحة حلقة النهاردة أنا ما كنتش متخيل إن أنا ممكن أطلع أتكلم على موضوع زي ده، لأن في العادي أنا بنقي حاجة أطلع أتكلم عليها تكون بتدور في دماغي أو حاجة بتدور في عقلية ناس كتيرة جدا، سواء على مستوى الشباب أو على مستوى ناس أكبر سنا برضو أو أصغر سنا، مشاكل مجتمعية يعني. ولكن حصلت حاجة كده يوم السبت اللي فات، وده بالمناسبة برضو لسبب ان انا ما كنتش برفع حلقة الاسبوع اللي فات، وان انا كنت مسافر. وانا راجع من السفر لقيت خبر وفاة اللاعب احمد رفعت. للي ما يعرفش قصة احمد رفعت بكل بساطة هقولها لك زي ما انا سمعتها من التلفزيون ومن الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا او بتتكلم في برامج رياضية. باختصار، احمد رفعت كان بيلعب في نادي مودرن فيوتشر اللي هو حاليا معروف باسم نادي مودرن سبورت، وكان لاعب متألق جدا في وقته. ولما وصل حرفيا البرايم بتاعه وبدأ ان هو يجيب اهداف متميزة جدا، قرر ان هما يستدعوه للمنتخب، وهناك فعلا عمل اداء رائع جدا مع المنتخب. ثم تبدأ اللحظة اللي اي لعيب مصري بيتمنى انها تحصل علشان خاطر يسافر بره، وهي انه جاله عرض من نادي الوحدة الاماراتي. القانون عندنا هنا في مصر بيحتم على اي لاعب كورة ان هو يكون موقفه من التجنيد خلصان او سليم، او حتى ياخد تصريح علشان خاطر يقدر ان هو يطلع يلعب بره او يطلع يحترف في اي نادي بره. ولكن اللي حصل مع احمد رفعت كان عكس كده تماما. هو راح مع نادي مودرن فيوتشر على ليبيريا علشان يلعب معاهم مباراة كان المفروض ان هو موقوف فيها اصلا، ومن ليبيريا قالوا له ان التصريح بتاعه جاهز وتوافق عليه من القوات المسلحة هنا او من الجيش، وهو جاهز ان هو يطلع على الامارات. طلع على الامارات بالفعل ولعب بالظبط شهرين، ثم اتقال له ان هو عليه قضية تهرب من التجنيد لان التصريح اللي كان طلع له ما توافقش عليه اصلا. بالتالي اللاعب لكونه شخص محترم ولكونه شخص صاحب خلق نزل وسلم نفسه قدام القضاء، واللي فهمته ان هو اتحبس 6 شهور او اتحكم عليه بإيقاف 6 شهور او حبس 6 شهور قضاهم مع نادي طلائع الجيش علشان ما يبطلش كورة. ليخرج بعدها احمد رفعت مكسور مهموم، مكتشف ان الدنيا ضاعت منه تماما وحاسس بخيبة امل، علشان يظهر الجانب المهموم من احمد رفعت. ثم نيجي لبدايات الموسم وهو بيلعب احد المباريات مع فريقه ونلاقيه وقع على الارض تماما وقلبه بطل يشتغل. هنا كانت بداية الكلام عن احمد رفعت واللي حصل له واللي وصل له والاسباب اللي خلته يوصل للمرحلة دي. ولما طلع مع ابراهيم فايق يوم 23/6 اللي فات كان بيتكلم على ان هو اتظلم واتهان وحس بخيبة امل كبيرة جدا وفقد جزء من انسانيته، ويفضل بعدها في قهر واحساس بالهم والغم لحد ما يتوفاه الله يوم السبت اللي فات. القصة هنا عندي ما بقتش قصة اهلي وزمالك ودوري وكورة والكلام ده كله. القصة هنا بقت قصة غش وخداع ومتاجرة بارواح ناس. وانا صغير كنت شخص اهلاوي، طلعت عيل صغير كده بتفرج على النادي الاهلي، مش لفكرة حب النادي الاهلي ولا عشق الكيان الاهلاوي والكلام ده كله. انا بصراحة كنت بحب منتخب مصر وكنت شفته في بطولة 2006 وبطولة 2008، ومن هنا بدأت اشجع كورة واشجع النادي الاهلي. كان وجه الشبه ما بين الاتنين هو ان الاتنين بيلبسوا اللون الاحمر، ومادام انا حبيت المنتخب بلون الاحمر يبقى هحب الاهلي بلونه الاحمر. ثم بعدها حسيت ان انا ما بحبش النادي الاهلي او مش عايز اشجع النادي الاهلي، فبطلت اشجع كورة في مصر. لما جيت اشجع كورة تاني في مصر كنت شجعت نادي الزمالك، لحد ما فوجئت باول حادثة عصرتها في كرة القدم وهي شهداء الاهلي وشهداء الزمالك. في اللحظة دي انتهت اهميتي تماما بكرة القدم، سواء كانت اهلي او زمالك او الدوري المصري عموما. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي هو كلام انا بقوله على برنامجي الخاص في مكاني الخاص ومش مربوط باي حد تماما. دي وجهة نظري في الاول وفي الاخر، يا اما تسمعها يا اما ما تسمعهاش. الناس لما جت تتكلم بعد وفاة احمد رفعت كانوا بيتكلموا على ان الناس لازم تتحاسب، وكل من كان مسؤولا او ارتبط اسمه باحمد رفعت لازم يتحاسب. الكلام ده صح 100%، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على احمد رفعت وكونه ان هو مات بسبب اهمال او استهتار من ناس معينة. خلينا نكون واقعيين، في اسامي ناس كتيرة جدا مربوطة باسم احمد رفعت. العلاقة مش علاقة رئيس نادي ولا علاقة حد مدير في نادي
او علاقة مثلا مدير فني معين او علاقة لعيب او علاقة الكلام ده كله مالوش لازمة. من ساعة ما احمد رفعت وقع على ارض الملعب لحد اللحظة اللي توفى فيها كلام كان بيطلع من ناس كتيرة جدا. ناس قالت ان هو خد منشطات، وناس قالت ان هو خد سبلمنتس وهو في الوحدة، وناس قالت ان هو مش عارف حصل له ايه، وناس قالت ان هو ما كانش بيهتم بنفسه كويس، وناس قالت ان هو شرب قهوة كتير فده اثر على قلبه وما كانش ملتزم بالتدريبات. كل من قال هذا الكلام فاكر نفسه دلوقتي ان هو هيرجع الناس بعيد عنه تماما. في شخص ما طلع قال على احمد رفعت ان هو كان بياخد منشطات، ولما توفى احمد رفعت طلع قالك الشخص ده اتظلم، الشخص ده اتهان، الشخص ده مش عارف ايه، حاسبه المسؤول. جماعة دي ما بقتش كرة قدم في مصر، كرة القدم في مصر انتهت. انا بفتكر حادثة حصلت من كام سنة كده في ما بين الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي. كان لاعب خارج من نانت الفرنسي ورايح على كارديف سيتي الانجليزي، وكانوا عاملين له ضجة كبيرة جدا لكونه لاعب شاب صغير في السن ولكن هيفرق مع نادي كارديف جدا، وكان كله في نانت بيحبه جدا لكونه شخص موهوب. الراجل ركب طيارة من نادي نانت وقعت ما بين فرنسا وما بين انجلترا والراجل توفى. انا فاكر ان الحادثة دي قلبت كل موازين كرة القدم في فرنسا وفي انجلترا علشان خاطر يوصلوا بس للمسؤول عن وفاة هذا الشخص. فاحنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ الكلام هنا ما ينفعش يتزوق، الكلام هنا ما ينفعش يترتب، الكلام هنا ما ينفعش يترمي في خانة ان رئيس النادي هو اللي مسؤول والاعلاميين لا، او ان الاعلاميين هم اللي بيعملوا ضجة ورئيس النادي لا. في اسامي كتيرة جدا مربوطة بوفاة احمد رفعت. بس قبل ما نتكلم برضو على وفاة احمد رفعت احنا لازم نتكلم على مليون احمد رفعت. مليون واحد بيتظلم دلوقتي، مليون واحد بيتهان دلوقتي، مليون واحد بيلعب كورة وهو ملوش نفس وهو بيفكر وهو مهموم. ومش عايز ارسلكوا لستة اسامي لان كل الناس عارفين. انا كنت طالع اعمل الحلقة دي على موضوع مختلف تماما عن قصة احمد رفعت، ولكن بما ان في شخص توفى بسبب ظلم وقهر وهم وغم وحاجات زي كده، فاحنا لازم نتكلم على مليون احمد رفعت، مليون شاب من الشباب في كرة القدم وخارج كرة القدم. لو هنتكلم على كرة القدم بس ففي آلاف الناس اللي اتظلمت ما بين فكرة ان انت يا تلعب في الاهلي نادي القرن ومش عارف ايه، يا اما ما تلعبش. ولو ما وافقتش انك تلعب في الاهلي مفيش نادي تاني هياخدك لان كلهم بيصبوا لمصلحة الاهلي او كلهم عايزين يرضوا الاهلي. احنا مش هنكذب على بعض. نفس الكلام في ناحية الزمالك، لو هتلعب في الزمالك هتبقى حبيب كل الأندية، لو مش هتلعب في الزمالك يبقى انت هتفضل طول عمرك في نادي انت عمرك ما تعرف تطلع منه ومفيش حد هيعرف يكشفك بره. قصة احمد رفعت كانت مربوطة بالنادي الاهلي والنادي الزمالك، قصة احمد رفعت ما كانتش مربوطة بنادي الوحدة الاماراتي لان النادي عمل كل اللي عليه. قصة احمد رفعت كانت مربوطة بالمصالح. ولو بصينا دلوقتي على أندية خارج الأهلي وخارج الزمالك هتلاقي إن في 600 واحد زي أحمد رفعت سواء في الدرجة الأولى أو كانت في الدرجة التانية. فوإحنا بنحاسب الناس على مشكلة أحمد رفعت نبدأ نشوف بقية الناس اللي ممكن توصل لأنها تكون أحمد رفعت. الكلام ده أنا بقوله على مستوى كرة القدم بس، على مستوى كرة قدم، على مستوى دوري مصري محدش بيتفرج عليه أكتر من أنا وإنتو وشوية ناس قاعدين على قهوة. الطلب اللي انا هطلبه دلوقتي ده هو انا عارف ان هو ممكن ما يوصلش لاكتر من 2-3 من الناس اللي ممكن تشوفني، ولكن انا ما زلت عند رأيي في ان الدوري ده المفروض ما يكملش. الدوري الذي توفى فيه احمد رفعت لابد ان يتوقف، ونعيد بقى ترتيب كل الكلام والاولويات والحاجات اللي احنا بنعملها في الدوري دي من الاول خالص. نبدأ نحاسب من اصغر واحد لاكبر واحد. وخد بالك عزيزي المشاهد، انا هنا ما بتكلمش علشان اتكلم على احمد رفعت بس، انا بتكلم على ان في حرفيا اكتر من مليون شخص ممكن يوصلوا لمرحلة احمد رفعت، لفكرة بقى ظلم في شغل، قهر في معاملة، ظلم من صحاب، ظلم في علاقة. وفي قصص كتير احنا بنسمعها في الشارع بمجرد ان احنا بنركب ميكروباص بس تسمع الاف القصص، الاف الناس اللي بتتكلم. فانا مش هقول اكتر من ان احمد رفعت كان رسالة. احمد رفعت كان رسالة ربنا بيقول فيها ان احنا ناخد بالنا وان احنا نبطل نشتغل على فكرة ان الموضوع يومين وهيريح، يومين وهينام، لان المرة دي قصة احمد رفعت مش هتنتهي. في اخر الحلقة حابب اقول الله يرحمك يا احمد يا رفعت، وربنا يعاقب اللي كان السبب. اشوفكم الحلقة الجاية من برنامج ملوش لازمة.